بصوا بقى، جت في بالي كده ان انا اقوم اعمل البيتزا، بس اهم من ان انا اعمل البيتزا فكرت الاول ازاي هظبط عجينة البيتزا. وده بصراحة حاجة مهمة جدا انك تاكلي البيتزا مظبوطة، وفي نفس الوقت احسن 100 مرة من اللي بره. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة بسيطة، غير مكلفة خالص، وفي نفس الوقت فيها تركاية بجد هتظبطها لك. بس اهم حاجة، لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبوا كومنت حلو. يلا بقى نبدأ الوصفة. اول حاجة معايا 6 كوبايات من الدقيق، 2 معلقة كبيرة من اللبن البودر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين سكر كبار، ومعلقة ملح. اهم حاجة ما تكتريش في الخميرة علشان احنا مش عايزينها تخمر خالص. قلبي كل ده على الناشف، وبعد كده كوبايتين من المية. تستحسن ان المية تكون دافية كده، دافيان بسيط خالص. وبعد كده اعجني كل ده، وبعد ما تلمي العجينة خالص هاتي 3 معالق من الزيت، وبعد كده اعجنيها تاني. بصوا طراوة العجينة، طرية بطريقة حلوة جدا. طبعا انتوا شايفين انها سهلة جدا وبسيطة، وماشية معايا بمنتهى السهولة. كورتها اهو. بعد كده هقطعها على حسب الحجم البيتزا اللي انا عايزة اعمله. طبعا انت لو عايزة تعملي بيتزاية كبيرة زي ما انت عايزة، لو عايزة تعملي ميني بيتزا زي ما انا هعمل برضو زي ما انت عايزة. قطعت طبعا القطع متساوية كده مع بعضها. بصوا العجينة بتلزق في الايد شوية، لان انا عايزاه القوام يبقى كده، مش عايزاها تبقى ناشفة، وفي نفس الوقت مش سايبة قوي في بعضها. هاتي بقى الصينية بتاعتك، حطي فيها كده معلقة من الزيت ودهنيها كلها، وهاتي العجينة. بصوا هنا بتتفرد معايا بمنتهى السهولة، مرتاحة جدا طبعا. وبعد كده حطيتها في الصينية. بصوا السمك بتاعها ما يبقاش كبير ولا صغير، يبقى متوسط كده زي ما انتوا شايفينه، ويستحسن ان احنا نسويه حتى لو بايدينا مفيش مشاكل. حطي بقى في الصينية البيتزا بتاعتك، وبعد كده هندهنها طبعا الصلصة، وبعد كده هتحط لها الحبشتكنات كلها اللي انت عايزاها طبعا، من خضار لطماطم اللي انت عايزاه. عايزه تحطي فلفل كمان، لكن انا بصراحه ما حبيتش ان انا احط فلفل المره دي. حطيت زيتون، وحطيت طماطم، وحطيت صلصه وجبنه رومي كده، وكمان حطيت شويه من ميكس الجبن. اللي بتسيح عامه بتبقى طعمها حلو جدا. بصوا هي دي البيتزا اللي احنا بنعملها التقليديه، مفيش مشاكل. انا حبيت ان انا اعمل فيها كده فكره، ان انا احط العجينه فيها جبنة اللي هي ميكس كده اللي هو بيسيح كله ببعضه، بتبقى طعمها خرافي. وقفلي العجينة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ارجعي بططيها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى بصراحة انا حبيت ان انا اعمل الجبنة الميكس اللي هو بيسيح ده جواها، بحيث انها لما بتبقى بره عامة بتنشف منك اكيد. وهنا انا حبيت حتى لو نشفت من بره تبقى برضو سايلة من جوه كده، وسايحة ونايحة كده في بعضها، وهاخد الطعم منها الأحلى إن شاء الله. بصوا عملت نفس الحاجة، حطيتها على وشها، بس فرق هنا ان انا حشيتها من جوه والتانية ما حشيتهاش. لكن انا بصراحة حبيت ان انا اعمل البيتزا كلها انها محشية من جوه جبن. ما حبيتش ان انا انها تبقى من بره بس وتبقى ناشفة كده، وممكن الموزاريلا اللي فيها ما تشدش. لا انا حبيت انها تشد من جوه ومن بره. طبعا حطيت كل حاجة اهو زي ما انتوا شايفين، ورصصته كده، وخليت بصراحة الصينية ممكن تتاكل نية مش طيبة. بس لازم تنظمي حاجتك وتخليها شكلها حلو، وفي نفس الوقت حبي الحاجة اللي انت بتعمليها، هتطلع احلى 100 مرة من بره. وانا متأكدة 100 مرة من اللي انا بقوله. وجربي، اهم حاجة حبي الحاجة، والحاجة هتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطة 100%. طبعا هنا حبيت بس اوريكي الخطوة واحدة واحدة، وازاي كمان ان انا يعني بنظم الصينية شكلها حلو. يلا بقى انا على الفرن على طول. مش بترتاح يا جماعة، لان احنا اصلا حاطين خميرة بسيطة جدا، مش عايزينها تخمر خالص، ولا عايزينها انها تفكر انها تخمر. بصوا بقى الجمال والحلاوة. طبعا انا كنت عاملة 4 صواني من دي. الكمية ما شاء الله حلوة جدا وكتيرة. يعني 6 كوبايات من الدقيق عملوا لي كمية حلوة جدا. طبعا احنا في موسم رحلات وفي موسم اجازة، فاكيد بنحب نشكل حاجات كتيرة في بيتنا. بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم وما كنش ممل ليكم خالص.